السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم ان شاء الله. انا جاي اتكلم معاكم في موضوع مهم جدا. ايه اسباب عدم تخصيب بيض الحمام؟ بتيجي انت عندك تلاقي فرد الحمام حط الحصواية الاولى وحط الحصواية الثانية، تيجي بعد 3-4 ايام من التحضين تلاقي فرد الحمام او تمسك الحصواية تكشف عليها تلاقي الحصواية فاضية، زي الحصويتين دول كده مثلا انا كشفت عليهم لقيتهم فاضيين. ده بيبقى سبب ان فرد الحمام او ذكر الحمام ما خصبش البيض. طب ايه هو اسباب عدم التخصيب؟ اسباب عدم التخصيب حاجات كتير جدا. نقص كالسيوم الموجود عند الحمام، عدم اهتمامك بوجود الكلفة كاملة وجميع انواع الكلفة، جميع انواع المكونات اللي بتبقى في الكلفة بتاعتك. بتلاقي فرد الحمام بتاعك بيكسر بس ما بيخصبش. السبب ايه؟ السبب ان انت مش موفر له الفيتامينات اللي كنا بنحطها في الميه ايام فتره القلش، ما مش موفر له الكالسيوم اللي بيساعده على التخصيب، مش موفر له الحافز اللي بيساعده على التزاوج وبيساعده على تحفيز البيض وتخلي الحمام يخصب بتاعك. يبقى انت اول لما تلاقي المشكله دي عندك على طول تبدا تمسك جزء الحمام اللي عندك اللي بيكسر بس ما بيخصبش البيض، بتبدا تعمل له جرعه وقائيه، تبدا تعالج له لو في مشكله في بطنه وتعمل له مطهر معوي جرعه وقائيه، تبدا تجيب له الفيتامينات، تبدا تحط له الاكل كويس، تبدا تاكله كويس، تهتم بصحه فرد الحمام بتاعك، تعمل له شوق للنتايه وتبعده عن النتايه كام يوم، وبعد كده هتخليه تدخله على النتايه تاني، هتلاقيه يبدا يشتغل عندك ويبدا يحط الحصويتين وهتلاقي ان شاء الله البيضه مخصبه. لازم يا جماعه تربيه الحمام ان احنا مش بنربي بس، لازم نهتم بالجزء اللي هو بتاع التخصيب، نهتم بالفيتامينات، نهتم بالكالسيوم. كل الحاجات دي بتبقى عامل وحافز جدا جدا ان الحمام يشتغل وما يقطعش انتاج وما تخسرش موضوع التخصيب عندك في الحمام. انا حبيت اشارككم الموضوع ده يا جماعه، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.